أنا كلمته في التليفون وقلت له طمني على مصر يا عبد العال. قال لي مصر زي الفل وعلي العال. قلت له والناس؟ قال لي الناس بيفطروا قشطة ويتعشوا حمام. قلت له والعيشة لساها مرة؟ قال لي ده الناس من الفرحة مش عاوزة تنام. قلت له يعني البلد حالها اتعدل؟ قال لي طبعا ما فيهاش كلام. قلت له امال السرقة والبلطجة؟ قال لي يا عم ده ابراهيم الابيض وش كله شغل افلام. قلت له والضحايا والشهداء؟ قال لي يا عم كلها تفاهات الاعلام. قلت له اخبار الخصخصة ايه؟ قال لي كله بقى قطاع عام. قلت له طب والدعم؟ قال لي الدعم ده دلوقتي بيصرفوا مع كل شهر في التموين بلح الشام. قلت له والعشوائيات؟ قال لي العشوائيات ايه؟ ده العشش كلها بقت سيراميك ورخام. قلت له على كده بقى جرام الذهب بقى بكام؟ قال لي الذهب ده الذهب عندنا بيتباع خام. قلت له واطفال الشوارع؟ قال لي مالهمش غير الصنعة والعلاء. قلت له على كده بقى ما تشوف لي عروسة. قال لي قال لي كل اللي فاتها القطر دلوقتي بقت مدام. قلت له اخبار ثورتنا ايه؟ قال لي كل مطالبنا اتحققت وكله تمام التمام. قلت له يا عبعال، يا عبعال مصر اللي بيتكلمني عنها دي مصر ام الدنيا ولا مصر ام الاحلام والاوهام ولا مصر كمان 100 سنة قدام؟ سكت سكت وقفل من غير حتى ما يقول لي سلام.